ومن جديد رجعنا لكم على خير ان شاء الله مع اقوى عرض في ماكينات VGR الصينيه، مكنه تتحدى بيها اصحابك وحبايبك لان هي بالفعل فخر الصناعه الصينيه واحدث ما توصلت ليها التكنولوجيا الحديثه في علم ماكينات الحلاقه. حرفيا افضل مكنه ممكن انت تشتريها او تهادي بيها او تشتغل بيها في محل بدون خجل ان انت ماسك مكنه صيني مش مكنه امريكي او فرنساوي او اي صناعه كانت غير الصيني. النهارده معانا مكنه VGR 001 اصدار رقم 1، اول ماكينات الصيني. المكنه دي انا قمت وعرضتها لكم من المعرض اللي حصل في القاهره، معرض القاهره الدولي، مع المستورد الاساسي لمكن VGR. كل التحيه للاستاذ خالد الدرديري وعائلات الدرديري لتجاره الجمله لماكينات الحلاقه، وطبعا ما انساش الشكر للاستاذ محمد عماد اللي وصل لي المكنه اول ما استلمها. فعلا مكنه فاخره. النهارده هنعمل ريفيو نتحدى بيه كل اصدقائنا وكل الصناعيه بلا فخر اقوى ماكينات VGR. خليكم معايا اوعوا تروحوا في اي حته عشان نشوف العرض وهفصصها لكم حته حته واقول لكم عيبين صغيرين في المكنه مش عارف انتوا تميزوها عيب ولا لا. وفي سؤال للجمهور قبل ما نخش على عرض الفيديو، اتمنى اللي ما شرفناش بالاشتراك يشرفنا بالاشتراك واللايك المتين دايما باستمرار، الطاقه الايجابيه وعلامه الجرس عشان يوصل لك كل الاشعارات. وكل الشكر للداعمين للقناه والمنتسبين الجدد، حرفيا بتشرفوني باستمرار. شكرا لدعمكم وشكرا لكل واحد بيرد في الكومنتات او بيضغط زرار اللايك عشان الفيديو يوصل للكل وينتشر ويعلى. بجد الف 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 شكر. يلا بينا على عرض الفيديو، يلا بينا. ورجعنا لكم من جديد في عرض مكنه VGR 001، اقوى ماكينات نزلت من VGR حرفيا حتى سنتنا الحالي. الاصدار دوت 14 مارس 2024. الاصدار دوت نزل قبل كده باصدار تاني كان اسمه جيب، ما لقاش شعبيه، اتسحب من السوق، الله اعلم ما كانش عنده ريفيو، لسه الشركه ما كانتش ظبطت نفسها، سحبت الاصدارات كلها من السوق ونزلت لنا الاصدار دوت متكامل بتكنولوجيا حديثه، حرفيا تكنولوجيا حديثه. طب ما يلا بينا نشوف الاعلان بتاعها. بس على فكره الاعلان المره دي يستحق ان انت تستمتع بقمه التكنولوجيا. يلا بينا. بعد الاعلان هنعرض مع بعض تفاصيل المكنه VGR 001، والمره دي مديلك حاجه كومباك، حاجه عائلي، حاجه مش هتخليك تحتاج حاجه تاني من بره، سواء على السيرفيس بتاعك اذا كنت مهني وسواء اذا كنت استخدامات شخصيه تستخدمها لنفسك او لعيلتك. فهي مكنه دقيقه جدا 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 في الشغل، بالاضافه الى اوبشن بالهبل زي ما بيقولوا. يلا بينا نسمي بسم الله ونفتح العبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا عارفين العبوات بتاعت VGR بتفتخر بالفخامه، وفعلا المره دي عبوه فاخره، وادي كل دي الامتيازات بتاعتها. هنا بقى الكتالوج المره دي انا مش هرميه رغم ان هو ده الاساسي بتاعه، ده كان زي ما يقولوا كتالوج الصيانه الاستخداميه. هم كاتبين تحذير على الموقع الرسمي ما تعملش كذا حاجه. اول حاجه ما تحطهاش في الميه، السلاح بتاعها غير مخصص للاستخدام الرطب، دي رقم واحد، مش ووتر بروف، مش ضد الميه. تاني حاجه ما تعملهاش صيانه بنفسك عشان ما تخسرش الضمان. فبما ان احنا عندنا هنا مستوردين ما عندناش مراكز مخصصه للصيانه، فانت لو لا قدر الله حصل حاجه ممكن تنزل تعمل لها صيانه. هنا الكتالوج الكبير اللي انتم شايفينه دوت اللي هو محطوط فيه صوره المكنه، هنا كاتبين لك ايه بالخطوات ازاي ممكن تفك السلاح، ازاي تعمل لها الصيانه بتاعتها، الاستخدامات العامه بتاعتها كلها موجوده في الكتالوج ده. المكنه دي تتميز باجمل حاجه فيها ايه؟ ان هي نازله بتسع الوان، تسع الوان يعني انت تختار اللون اللي يناسبك اللي يريح نفسيتك. زي ما انتم شايفين انا النهارده اخترت المكنه اللي جات لي كانت لونها اللون اللي انتم شايفينه، هنطلعها مع بعض في العرض. هنا الكتالوج انا لاول مره مش هرميه لسببين، اول حاجه لفخامه المكنه ما فيهاش كلام، تاني حاجه لاحترام اللغه العربيه. في الاول خالص حاطين لك اغلب اللغات وحاطين لك لغه عربيه. هنا في كتالوج اللغه العربيه هو بيعرفك ازاي تستخدمها، ازاي تزيتها، بيعرفك على قطع الغيار، على الانديكيتور
الانديكيتور بتاعها العداد ده محتواه ايه وبيعمل ايه. فالكتالوج مهم للاطلاع للاستخدام لاول مره للغير المتخصصين، فهو شيء مميز. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في العبوه جايبين حاجات كتير جدا 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 ما شاء الله، جايبين 10 امشاط 10 امشاط. طبعا المشط الافتراضي اللي اتفرض على المهنه اللي هو درجه النص ده حاطينه لك رقم 1، بيبتدي بالتتابع على طول. بعديه رقم 1 العادي بتاعنا احنا حاطينه رقم 2، فده خاص بالمهنيين، هم المهنيين هيتعرفوا على الامشاط بتاعتهم. اما بالنسبه للاستخدامات الشخصيه فهم حاطينهم لك بالتتابع من اصغر مشط رقم 1 وانت طالع ادي رقم 1.5. هنا بقى الجميل ان هم افتروا معانا في الارقام، يعني لو قلنا ادي 1 2 3 10 امشاط كاملين، بالاضافه الى الفرشه المتميزه بتاعه التدريجات الزيرو، خاصه الفيدنج قوي قوي دي مهمه جدا جدا في التدريجات، ودي نبهنا عليها الحمد لله من اول ما ابتدينا التدريجات على الانترنت. فدي فرشه اصلي اوريجينال، دي كنت بشتريها انا لوحدها ب 15 دولار ب 12 دولار ب 6 دولار، على ما بتوصلني بتوصل برقم فلكي لغايه ما ابتدت تتوفر في مصر، وبرضك ثمنها يحتسب ما بقاش رخيص 150 200 فرشه صغيره زي كده، دي نازله لك مع المكنه. طبعا كلكم مشتاقين تعرفوا سعرها، وهقول لكم سعرها العالمي في الاخر وسعرها المحلي كان كام وبقى كام ووصل لكام دلوقتي. طبعا عبوه الزيت اللي احنا دايما بنتكلم عليها ما شاء الله، هم حاطين عبوه سواء بقى الاستخدام الشخصي، ما اظنش ان انت هتحتاج زيت، لان انت كل اللي محتاجه نقطه على السلاح نقطتين على السلاح اقصى حد، وحاطين لك علبه كبيره جدا زيت كهرباء شفاف في عبوه شيك جدا جدا مفتخر. انا عجباني جدا العبوه صراحه. بصوا اول مره يديك كميه زيت محترمه غير العينات. هنا بقى الجميل اللي احنا نبهنا عليه قبل كده، احنا قلنا الشاحن هنا دي بتشحن يو اس بي وبتشحن على القاعده اللي معاها اللي هنطلعها دلوقتي. هنا انا نبهت قبل كده يا جماعه ما تشحنوش بالشواحن السريعه، المكنه قوتها في الشحن 1 امبير، فبنزلين لك معاها الشاحن بتاعها والراس بتاعها ل 1 امبير. هنا الشحن مباشر على البطاريه، فيا جماعه ارجو اللي معاه المكن الشاحن القديم سواء ايا كان، يا اما تشحنه من شاحن نازل مع المكنه نفسها، ولو كان نازل حر بالسلك اليو اس بي يفضل ان انت تشحنها بشاحن ضعيف 1 امبير. مده الشحن بتاعتها فعلا مش قليله، يعني هي مش بتشحن سريع في 30 دقيقه، لا ده هي بتشحن المفروض على الكتالوج بتاعهم ان هي بتشحن بسرعه في 3 ساعات. 3 ساعات دي مش مده قليله، ودي ميزه الشاحن اللي نازل معاها. هنا بقى جمالها نازل معاها القاعده الجميله ديت. القاعده ديت جمالها ان هي زي ما انتم شايفين دائريه، هتحطها قدامك على المرايه شمال يمين ليفت رايت براحتك زي ما انت عايز. هنا يعيب القاعده دي، ادي اول عيب احنا هنقوله. يعيب القعده دي حاجتين، اول حاجه خفيه الوزن. انا شايف ان خفيه الوزن دي بتبقى مهمه في السرفيز، حتى كمان ما فيهاش الامان بتاعها، الجلد اللي هنا ده ضعيف فممكن تتحرك من على السرفيز لو كانت على طرف السرفيز. المكنه نفسها اتقل من القعده فممكن تاخد المكنه وتريح، فخلي بالك من الحركه دي مهمه. هي بتشحن باللقط يا دوبك على نقطتين صغيرين بتحطها. تاني عيب في القعده، معرفش بقى ده عيب ولا لا، القعده مش نازله زي بتاعه الويل، لا نازله بصوا زي ما انتم شايفين بتتحرك، بص متحركه ازاي، فدي ممكن تعمل قلق معاك على السيرفيس، فيفضل تحطها في حته امنه. وبرضك الميزه الثانيه ان هي اللي اصلا معاها القعده بتاعتها، ودي جمالها ان انت وانت شغال بتعوض الفائض بتاع الشغل بتاعك وانت حاططها على السيرفيس. بسم الله ونسمي كده بسم الله ونشوف بقى ايه المكنه الجميله بتاعتنا اهي. طبعا هي المكنه لوحدها تخطف الانظار، حرفيا مكنه متميزه. الجراب ده احنا قلنا قبل كده، حتى الجراب ده كمان مغيرين في فخامه الصناعه، حاطينه مط كده وكفر اللي ولابس فيها بالظبط ستاندرد، تقيل في الفتح مش سهل ان هو يقع، يعني حاسس ان هي جوده في الفخامه. طبعا احنا قلنا الكفر دوت ده للحمايه للاستخدامات الشخصيه، يفضل بعد ما تخلصها نقطه زيت وتقفلها وتستخدمها المره الجايه تفتح الكفر دوت. بالنسبه للاخوه المهنيين هم عارفين، بس لو هتركنها برضك يفضل الكفر دوت. المكنه دي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين مكنه انسيابيه رائعه، حاجه كده خامات مزيج ما بين الالومنيا الرابر القوي اللي هو احنا بنسميه مثلا اللي هو الامشاط الحراريه. لو حد من الاخوه الصناعيه يستخدم الامشاط الحراريه، خامه المشط نفسها مدمجه معاها خامه كده مديه مط لون جميل. هنا بقى التقنيه اللي احنا شفناها في الاعلان الجميل الرائع دوت، 9000 لفه 7000 لفه، الدراع المتحرك هنا نازل بقمه الفخامه، حتى كمان هنا مش معمول مسمار تفكه بصليبه، لا ده هنا تفكه بالانكيه، يعني مش اي حد يقدر يلعب فيها. يعني لو عندك اطفال في البيت ما تخافش ان هو هيلعبوا في المكنه بسهوله. المكنه نازله اصلا متصفره بدرجه قياسيه، بس لو حبيت انت تزيد التسفير بتاعها لو كنت فاهم في المجال فممكن تفك المسمارين دول بس وهي جديده، مش بعد ما تستخدم. بعد ما تستخدم السلاح نفسه بيأكتف، فما ينفعش تفك المسمارين دول. واحنا قلنا في التنظيف اللي قبل كده لما بنيجي ننظف المكنه بعد فتره من الشغل بنفك المسمار اللي هنا ونفكه، فالمسمار هنا ده احترافي ليك في فك المكن، افتح وفك. مالكش في فك المكن انصح توديها عند متخصص عشان ما تخاطرش بمكنه فخمه زي ديت. المكنه حجمها لا يتعدى اليد، وزنها على الميزان، يلا بينا نشوف الوزن. وزنها على الميزان زي ما احنا شايفين
بالظبط 342 جرام، يعني وزن مثالي جدا. في مكن اوريجينال اتقل منه في الوزن بسبب المواتير، هنا التقل بتاعها بسبب الكفر الالومنيا اللي مديها ده فخامه. حاطين هنا ايد صغيره هنا عشان تمسكها وانت شغال. في نفس الوقت العداد بتاعها هنا اخده 4 درجات، 1 2 3 4 درجات في الدراع المتحرك بتاعها اللي هو بيظبط النص هنا اهوت. هنا السلاح بتاعها المفروض ان هو تيتانيوم غير قابل للصدى، متجلفن مطلي. بس العيب الصغنن او هو انا مش شايفه عيب صراحه، هو بعض الصناعيه بتشتكي منه الشغل المتواصل بيسخنها، بيسخن السلاح، فالسلاح دوت غير مقاوم للحراره، عكس المكنه الصيني اللي انا عرضتها قبل كده اللي هي اللي هتظهر دلوقتي في الصوره. السلاح بتاعها معالج، فهو من الواضح ان هم بيطبعوا السلاح على حسب نوع المعدن اللي عندهم او لما يبقى مخصص ليهم، فالله اعلى واعلم. بس لما انا استخدمت المكنه مع استخدامي يزيد عن دقيقه ونص دقيقتين بتسخن. فانا المكن ما بيسخنش معايا لان انا بريحه، يعني انا لما باجي اشتغل في الشق الايمن اجي انتقل على المنطقه الوسط او للشق الايسر، فلازم اطفي المكنه على الاقل في منطقه انتقالي، في نفس الوقت اوفر البطاريه وفي نفس الوقت اهدي من برود السلاح عشان انا بشتغل درجات زيرو. التشغيل بتاعها من الزرار ده. هنا العداد بقى هنا دي قوه ال 7000 لفه. تعالوا كده نشوف كده معانا هنا دي كده 9000 لفه مباشره. هنا لو هتيجي تتحكم في الدراع زي ما انتم شايفين بتنزلوا الدقه بتاعتها لغايه 7000 لفه، تنزل معاك تقدر تشتغل بيها كات فلاي، قص على الطاير، قص في المليان، تشيل شعر كثيف، تشيل شعر دقيق جدا. السؤال هنا اللي مطروح للاخوه الفنانين، ايه هو الفرق ما بين ان انت تشتغل بقوه المكنه 7000 لفه او 9000 لفه؟ تفرق بالنسبه لك في ايه؟ طب تفرق بالنسبه لك في الكثافه ولا تفرق بالنسبه لك في التدريجات؟ فالسؤال دوت متروك للفنانين، اتمنى يا رب تجاوبوني عليه في الكومنتات، وكلكم منورين القناه. انت وصلت معايا لغايه الفيديو لسه ما عملتش اشتراك ولا علمت علامه الجرس ولا اديتني لايك المتين، ازعل قوي. ردودكم واعجابكم يا جماعه دي بتديني الطاقه الايجابيه. يعلم ربنا انا ما بكسبش من القناه، زي ما انتم شايفين عدد الفيديوهات بنزلها كل ما بتوصل لي معده جديده، وما عنديش عدد فيوهات كتير، فاكيد القناه مش هي القناه المربحه زي ما انتم متخيلين. فانا بربح حقيقي بتشجيعكم ليا، بردودكم الطيبه اللي بتوصلني باستمرار. ويلا بينا نتابع المكنه. هنا بقى اجمل حاجه في المكنه عجبتني النور اللي نازل فيها. النور ده اهو زي ما انتم شايفين، بصوا النور، حتى كمان في صوت لما بتيجي ايه تنور، تشغيل بصوت. دي كده اول مكنه تنزل فيها صوت اصلا في التشغيل بتنبهك ليها، دي حاجه ممتازه. القعده بتاعتها من غير القعده نفسها ممكن تقعد، بس خلي بالك ان هي ممكن تتدحرج منك من على السرفيز. الاضاءه ديت بتنفع في ايه؟ انا كنت بتريق في الاول وقلت هي بتنفع في لما النور بيقطع بتاع، لكن مثلا انا عندي بالفعل في المحل اضاءه قويه جدا جدا جدا، بس في كرسي محدد الاضاءه الجانبيه بتاعته ضعيفه، فبضطر ان انا اشتغل بالرينج لايت على الجنب. فالرينج لايت بتدي اضاءه كامله للمحل، فممكن تتعب نظر اللي شغال على الكرسي اللي جنبيه. فهنا الاضاءه دي بتوفر لك الشغل والدقه في العمل في المناطق اللي فيها اضاءه ضعيفه في المحل، فطبعا ده اوبشن لاول مره ينزل في الاسواق. هنا في ميزه جميله قوي هنا لما بنيجي نشغلها، مده التشغيل 3 ساعات متواصل او 2.5 ساعات متواصل. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين هنا بيظهر لك على العداد. لو انت هتشتغل بال 7000 لفه هيديك المتبقي من الوقت بتاعك، فده تحذير، بدل ما يقول لك فاضل 15% لا يقول لك فاضل كام دقيقه انت شغال بيها. هتوصلها لل 9000 لفه زي ما انتم سامعين الموسيقى، وادي صوت الموتور بيعلى في ايديا. 9000 لفه هنا بيقول لك فاضل 250 دقيقه دي على المكنه اللي انا ماسكها. بصوا الفرق ما بين الاثنين، فرق رائع. يبقى انت كده بتديك تنبيه ان انت ممكن تشتغل بيها فاضل لك وقت قد ايه، هل هي شحنت معاك لما حطيتها على السرفيز عوضت الفاقد ولا لا. ففعلا ما بتعملكش قلق في حاله ان لا قدر الله البطاريه تفصل، ففعلا بتعجز، لكن دي معاك مش هتعجز. اخر حاجه هنا بيتميز بيها المكنه ديت قوه البطاريه. هنا عاملين لك بطاريه 4200 ملي امبير، يعني اقوى بطاريه حرفيا نزلت في ماكينات الشحن حتى للماكينات الاوريجينال. اذا ان هي المكنه بالفعل نازله بتتحدى اي مكنه في السوق. فيا ترى بقى مين وصل معايا لاخر الفيديو؟ اللي وصل معايا لاخر الفيديو انتوا احسن ناس. هقول لكم على سعر المكنه. سعر المكنه عالميا $89 امريكي. اكيد السعر دوت ضخم جدا جدا. المكنه دي كانت نازله زي ما انا قلت قبل كده في اصدار اسمه جيب. الاصدار دوت وصل 4500 وكمان 5000. فالاصدار دوت ثمنه الرسمي نازل من الشركه وعلى المواقع العالميه $89. يعني لو ضربنا ال $89 دول في 50 جنيه هتدينا 4450 جنيه. لو ضربناها في ال 48 الصفر الرسميه هتدينا 4072 جنيه. فالفروقات بسيطه، لا مش بسيطه، لا استنى لسه ده في شحن دولي زائد في جمارك. فشوف انت متخيل المكنه هتوصل عندك بكام. هنا هقول لكم المفاجاه والشيء الجميل، بس ارجوكم
تراجعوا مره واثنين وثلاثه تاريخ الفيديو، ارجوكم تاريخ الفيديو. انا قلت مش هذكر ثمن، بس المره دي هتجاوز الموضوع وهقول لكم الثمن، بس برضك ارجع تاني واقول الثمن مربوط بتاريخ الفيديو. يعني ممكن بعد اسبوع يحصل حاجه كده، يحصل حاجه كده، ممكن تنزل سعرها، ممكن يعلى سعرها، فدي مش مسؤوليتي انا في السعر العالمي انا قلته وهو ده اللي ملتزم بيه. المكنه دي متوفره حاليا عند استاذ محمد عماد داخل محافظه السويس، واظن ان دي اول قطعه تنزل محافظه السويس، عامله 2800. بس لما تروح له عن طريق الفيديو دوت هتقول له عن طريق علي روشه، شوف السعر اللي هيقول لك عليه كام والتخفيض اللي هيعمله لك بخصوص الفيديو. اما بالنسبه لاستاذ خالد الدرديري وعائلات الدرديري، هم موزعين ماكينات VGR داخل جمهوريه مصر العربيه، والمستورد الاوحد داخل جمهوريه مصر العربيه. هسيب لكم لينك الموقع بتاع عائلات الدرديري في كل المنتجات اللي هم بيبيعوها في المكان. يا جماعه ده راجل تاجر جمله، فانا الخبر دوت والكلام اللي انا بقوله دوت خاص بتجار التجزئه اللي عايز في جميع المحافظات يعرف فين مصدر المكنه بيتباع، بدل ما بيحتار ويروح لده يعمل عليها شغل ويروح يعمل عليها شغل. انا النهارده جايب لكم مصدر جمله، فارجوكم اللي هيشتري مكنه ما يحاولش يتواصل مع استاذ خالد الدرديري، علشان هو مش بيطلع اقل من 12 حته مره واحده في الجمله، لان هو تاجر جمله مش توزيع. تاجر التوزيع استاذ محمد عماد. هسيب لكم لينك التواصل معاه مع الواتساب، اللي عايز يتواصل معاه، اللي عايز يتبعت له المكنه بتوصل له شحن عبر جمهوريه مصر العربيه. الشحن بيتاخد من يوم ل6 ايام عمل. اتمنى اللي ما شرفناش بالاشتراك شرفنا بالاشتراك واللايك المتين دايما باستمرار، الطاقه الايجابيه وعلامه الجرس عشان يوصل لك كل الاشعارات. ولغايه هنا ينتهي الفيديو، اقول لكم نلتقي من جديد فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.